السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصل ليكم اشعار بوصفاتي الجديدة. وصفتنا النهاردة طاجن سمك تونة في الفرن وكمان سلطة ورز بالشعرية. هنبدأ الفيديو بالطريقة وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. اول حاجة هنبتدي بيها هفتح السمك وانضفه من الداخل وبعدين اغسله بالملح والليمون او اغسله بالخل علشان قلبه ينضف معايا واتخلص من ريحة الزفارة، لان السمك لو قلبه مش مغسول كويس بيدي ريحة زفارة مش حلوة، وكمان مش بيديك الطعم الحلو للسمك، ودي اهم خطوة. واقطع السمك قطع وسط، يعني هقسم السمكة على 4 أو 5 قطع حسب حجم السمكة او حسب الحجم اللي انت حابة تقدميه بيه، بس ما تخليش القطع صغيرة علشان السمك بيستوي بسرعة وممكن تتهرس منك. هقطع الكمية اللي موجودة عندي كلها بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم على معلومة مهمة جدا للسمك. وانت بتقطعي السمك او بتغسليه لازم ايدك تكون سريعة جدا علشان السمك ما بيستحملش وبيتهري بسرعة، وعشان تحافظي على السمك وعلى القوام بتاعه لازم ايدك تكون سريعة وانت بتشتغلي فيه. ونجهز تتبيلة السمك. عندي 3 أو 4 ليمونات، معلقة كبيرة توم مفروم، معلقة كبيرة ملح، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كمون، ربع كوباية خل، ربع كوباية زيت. السمك مش بيحتاج بهارات اكتر من الكزبرة والكمون والبابريكا علشان تدينه لون حلو للطاجن. كتر البهارات هتديكي طعم مختلف للسمك وهتبعدي جدا عن الطعم الاصلي. في بول عميقة هضيف الزيت والخل وانزل بالثوم المفروم والبهارات الجافة. هقلب المكونات كويس جدا مع بعض واضيف عصير الليمون. وكده التتبيلة بقت جاهزة معانا. هوزع التتبيلة على قطع السمك هوصل التتبيلة لكل قطعة ولكل مكان في السمك علشان اتأكد ان السمك اتبل كويس. لو السمك هتعمليه مقلي هتسيبيه في التتبيلة نص ساعة او ساعة الا ربع، ولو طاجن او صينية مش بياخد وقت في التتبيلة، يعني يدوب هنجهز الخضار ونستخدم السمك على طول، لان الطاجن او الصينية بياخد وقت في التسوية، فالملح والبهارات بتوصل بسهولة عكس ما يكون مقلي. انا ما ضفتش التتبيلة كلها للسمك، فاض معايا حوالي ربع كوباية هنستخدمها بعدين. عندي هنا الخضار فلفل الوان وطماطم وجزر وبطاطس، وتقدري تستغني عن الفلفل الالوان لو مش موجود وتستخدمي فلفل اخضر بس، ولكن الفلفل الالوان بيدي طعم جميل جدا. هقطع الخضار شرايح وسط ما تكونش تخينة، تاخد وقت في التسوية وخصوصا السمك بيستوي بسرعة، وما تكونش رفيعة علشان ما تتكسرش مني في التسوية. وكمان من الافضل قطع الخضار تكون قريبة من حجم قطع السمك، يعني ما تكونش اكبر منها بكتير او اصغر منها بكتير. يعني اخلي الاحجام متناسقة مع بعضها علشان تدي شكل حلو في الطاجن.
والطريقة دي تقدري تستخدميها مع اي نوع سمك تاني، مش شرط التونة. السمكة دي تقريبا احتار فيها العلماء، لان سمك التونة هو الماكريل والبلاميطة، في كل بلد ليها اسم. هخلص بقى كمية الخضار بنفس الطريقة، واجهز الطاجن او الصينية اللي هيدخل الفرن، واضيف بصلة وسط متقطعة شرايح، وبعدين ابتدي ارص السمك. رص السمك على طريقتك، انا هنا ضفت من كل نوع واحدة، وكذلك لحد ما خلصت الطاجن. حابة تضيفي السمك وبعدين تضيفي الخضار عليه تشكليه براحتك، او حابة تضيفي الخضار وبعدين تضيفي السمك تشكليه براحتك، زي ما انت عايزة. بس انا حبيت الطريقة دي جدا، هي متعبة شوية بس بيبقى شكلها حلو. ولو عندك عزومة تقدري تقدمي السمك بالطاجن على السفرة. هخلص رص الكمية اللي عندي وارجع لكم تاني. وكده الطاجن بقى بالشكل الجميل ده. هجيب التتبيلة اللي فاضت معانا، واضيف معلقة كبيرة صلصة طماطم. هقلب الصلصة مع التتبيلة، واضيف نص كوباية مية، مش هنحتاج اكتر من نص كوباية. واوزع التتبيلة على وش الطاجن، واغطيه بورق ألمونيوم مرة واتنين، واتأكد تماما انه مش واصل له هوا. واضيف الطاجن فرن درجة حرارة 150، رف اسفل. هياخد معاكي نص ساعة. تقدري تتابعي التسوية بس ما تفتحيش عليه قبل نص ساعة. وبعدين اشغل الشواية احمر الوش. ولحد ما الطاجن يستوي هنجهز الرز والسلطة. في حلة على النار هضيف ربع كوباية زيت، ولما الزيت يسخن انزل بالشعرية. هقلب الشعرية لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف. بالشكل ده كده. وانزل بالرز، رز مغسول ومتصفي. هقلب الشعرية مع الرز كويس جدا. هدي النار وقلبي الرز براحتك حوالي دقيقة علشان الرز يبقى معاكي مفلفل وطعمه حلو. واضيف الكمية المناسبة للملح، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود. وعشان اعزز الطعم واديله طعم حلو هضيف معلقة كبيرة سمنة بلدي. ما تضيفيش السمنة في الاول عشان الرز يبقى مفلفل معاكي، وكمان تاخدي لون حلو للشعرية. وانزل بالمية السخنة. هسوي الرز على درجة حرارة وسط لمدة 10 دقايق، وبعدين اهدي النار واسيبه 5 دقايق كمان، وكده الرز يبقى جاهز معانا. والاكلة دي محتاجة طبق سلطة جميل زي ده كده. هضيف الطماطم والجرجير والجزر والخيار والفلفل الالوان، وفي الاخر هضيف رشة صغيرة من الكزبرة الخضراء. ضيفي الملح والبهارات على مزاجك، مع معلقة صغيرة زيت ومعلقة صغيرة خل، او استبدلي الخل بعصير نص ليمونة ويبقى معاكي احلى طبق سلطة. وهنا الطاجن الجميل بعد ما طلع من الفرن، الريحة والطعم زي العسل. لو هتقدمي السمك بالطاجن هتضيفي رشة صغيرة من الكزبرة الخضراء للتجميل مش اكتر. هضيف السمك الاطباق للتقديم وارجع لكم تاني. الاكلة دي بجد جميلة جدا ومناسبة للعزومات.
ومناسبة للبرد والتكتكة اللي احنا فيها. قدمت ليكم وصفة كاملة بناء على طلبكم، أتمنى من قلبي تكون عجبتكم. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأتمنى توصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله.